السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم من حلويات العيد. اليوم غادي نقدم لكم حلوى تقليدية محبوبة عند الناس، وهي حلوة طالية تاع الطورنو بالكلاصاج. ناس بكري يقول لك جديد حبه والبالي ما تفرجش فيه. دايما حنا نشدو في التقاليد نتاوعنا، كاش كيما التقاليد ولا الحلويات التقليديه ما نقدوش نفرطوا فيها. نبدا على بركه الله. هنا عندي 5 حبات بيض. هذه الوصفه غادي نديرها لكم تاع الوالده. عندي 5 حبات بيض، عندي كيلو فرينه مع القرصه تاع الملح، عندي ربع تاع زيت، حوالي كاس قل الصبع، عندي هنا 200 غرام تاع سكر. هنا السكر في تاع اللي ما نديرهش بالكلاصاج ندير فيه 250، وتاع تاع الطاليه تاع الكلاصاج ندير فيه 200 ناقص 50 غرام. هنا عندي قشور حبه تاع ليمونه، هنا عندي 2 باكي تاع الخميره الكيماويه، وهنا عندي مغرف تاع ماء الزهر. هنا غادي نضرب البيض. انا الوالده كانت ضربه هي بيديها. نضربوا السكر مليح مع البيض. هنا قلت لكم 5 حبات بيض مع 200 غرام تاع السكر. هنا يتضرب البيض مليح مع السكر حتى يذوب السكر. غادي نضيف الزيت. هنا ضربته بيديا. انا غادي ندير خدمه زمان. هنا ندير زيتي بشوي، ندرب كانش كيما الليد. نزيد نضيف قشور تاع الليمون والمغرف تاع المزهر. هنا بعد ما ضربت مليح الزيت مع السكر ولا البيض، غادي نزيد نضيف الفرينه شوي بشوي. هنا عندي قلت لكم كيلو فرينه. انا نشوف لا دخلت لي كيلو. كاين الفرينه اللي تشرب، كاين الفرينه اللي ما تشربش. غادي نزيد نضيف 2 تاع الفرفاره خميره الكيماويه. زيد الفرينه تمين تتلايم للعجينه، والعجينه خص تكون طريه ما تكونش قاصحه. دائما نقول لكم بصباحكم العجينه خص تجي قلت لكم طريه. انا بقات لي من الكيلو تاع الفرينه حوالي تقريبا واحد كاس ماشي معمر. قلت لكم كاين الفرينه اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. هنا ندرجر شويه فرينه باش نورق العجينه. هنا الاشكال اللي بغيتوها تبغوا ديروهم. هنا غادي العجينه ما رققتها، ترقوها شويه خاطرها فيها الخميره الكيماويه، وغادي نزيد نديرها الكلاصاج ما تغلطوش بزاف. الشكل اللي بغيتوه ديروه. وهنا العجينه ما تعرقوهاش، يليموها، عاودوا ورقوها. هنا بعد ما كملت ودرت اشكال شكلتهم بطوابع اللي عندكم. ديروا اشكال اللي بغيتوها. ندخلها للفرن مسخن على نار متوسطه حتى من نشوفها حمار شويه. هنا بعد ما الحلوه الطابع طابت لي خليتها بردت. انا قلت لكم انا ما غلطتهاش بزاف خاطر غادي ندير لها الطليه. هنا عندي 2 حبات تاع بيض صغار، غادي نضيف لهم القرصه تاع الملح. عندي هنا السكر سيخ غلاس، السكر الناعم. هنا عندي الحلوى نتوما الاختيار التزيين ليكم. هنا عندي هذا العقاش على الالوان، عندي هاد الكويرات
غدية. هنا نضربه شوية. هنا نضيف مغرف تاع زيت مشي معمرة باش يعطيني داك اللمعان للكلاصاج. وهنا نزيد نضيف مغرف تاع ماء الزهر ثاني مشي معمرة. هنا من نقعد نضيف السكر ناعم نغربله. هنا ندرب، مادامني نزيد ندرب حتى نحصل على قوام شويه ثقيل. هنا مازالني نزيد. هنا مازال القوام شويه خفيف، خص يجي شويه ثقيل على هذا. هنا ها هو القوام يجي ثقيل. هنا تديروا حبه الاولى تسيوها، هنا تغطسوا مليح الحبه، تعاودوا تقطعوا هكا بالسكين وتهزوها هاك باش تمشوا الكلاصاج على الحبه. وهنا ديروا حبه تزيين، قلت لكم يرجع لكم ليكم. هنا ما طاحش معايا، هذاك هو راه في القوام. نزيد الحبه الثانيه، تغطسوها مليح. تخلوه ينشف، ما تغطوش، تخلوه حتى ينشف تماما. ان شاء الله نشوفوه على طاولة طونو. حلوة الطابع بطريقة جد سهلة، حلوة تاع زمان، تجي بنينة، تجي اكتر من روعة. انا هنا درتها بالطلية بالكلاصاج، كلاصاج ساهل، طريقة سهلة جدا. هنا التزيين يرجع لكم ليكم، كل وحده كيفاش تزين الحلويات تاعها. انا قلت لكم انا ما غلطتش، خاطرش من ديري له الكلاصاج هذاك هو يجي في ولي تبغي تزيد تغلده في السمك شويه تزيد تغلده. ما كانش كيما حلوه الزمان، ما كانش كيما التقاليد. والكلاصاج يقعد لكم مطري، ها كيفاه قاعد، يا هو يابس وهو طري، يجي روعه. ولا شتو من تقعدوا ديروا في الكلاصه شتو شويه يبس لكم، تزيدوا تضيفوا يا قطرات من الماء الزهر ولا قطرات من عصير الليمون. المزهر يعطيه بنه اكثر من روعه. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الوصفات اللي قدمتهم لكم، وصفات اقتصاديه في متناول الجميع. حلوه الطابع بطريقه سهله، حلوه الزمان، تجي اكثر من روعه. ملاحظه ما قلتها لكمش، من درت لكم الكلاصاج ما قلت لكم شحال من الغرام تاع السكر الرطب. الساشي فيها 700 غرام، انا بقى لي من الساشي حوالي كاس تقريبا، تخلتني حوالي واحد 500 غرام في 2 حبات بيض صغار. ان شاء الله يكون الفيديو مفهوم، كل شيء واضح في الفيديو. ان شاء الله بالصحه والراحه. السلام عليكم.